والنازعات غرقا. النازعات هي الملائكة التي تنزع، يعني تقبض أرواح الكفار. غرقا أي تنزعها بشدة، حيت الروح ديال الكافر ما كتبغيش تخرج وكتفرق في الجسد ديالو. والسبب أن ملائكة الموت كتقول للروح ديالو: اخرجي أيتها النفس الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى غضب الله. والناشطات نشطا. الناشطات هما الملائكة الموكلة والمكلفة بقبض أرواح المؤمنين. ما معنى الناشطات؟ تنشطها نشطا أي كتخرج الروح ديال المؤمن برفق وسهولة. وكيقول للروح ديال المؤمن: اخرجي أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى رضوان الله. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: إنا لنكره الموت. وجاوبها عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. والمعنى ديال الحديث أن المؤمن كيفرح ملي كيشوف ملائكة الموت كيبشروه برضوان الله وكرامته. وكيأكد هذا المعنى قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. تفسير سورة النازعات غتلقاوه كامل في القناة ديالي التفسير بالدارجة اللي كان في اليوتيوب والفيسبوك، والله المستعان.